بيتقال ان احنا بنستخدم بس كلنا، يعني احنا دي البشر كلهم حوالي 10-20% من مخنا. الجملة دي حقيقية؟ الجملة دي لها قصة طريفة جدا جدا. دي أصلا حكايتها إنه في روائي في أوائل القرن العشرين كان طلع رواية، يعني إن هو بيقول إن إحنا بنستخدم فيها 20% من المخ، وأغلب المخ ما بنستخدمهوش، والناس اللي تقدر تستخدمه دي بتبقى عبقرة، وهكذا وهكذا. دي كانت رواية، فالناس خدت الفكرة دي من الرواية. إنما في الواقع إحنا بنستخدم أغلب مخنا على قد ما احنا نعرفه دلوقتي، بس حتت مختلفة في نفس الوقت. يعني ايه؟ مخنا متقسم في حته ليها علاقه بالمشاعر، حته ليها علاقه بالسمع، حته ليها علاقه بالكلام، حته ليها علاقه بالنظر، حته ليها علاقه بالوظائف الحيويه زي القلب اللي بيدق، النفس اللي داخل خارج من غير ما ناخد بالي. كل وقت في حته معينه بتشتغل والباقي ساكت. ما هو انا مثلا لما بكلمك دلوقتي فالكلام بيشتغل وكله، انما مثلا مشاعر الخوف مثلا المنطقه بتاعتها هاديه ما بتشتغلش. فبلاقي دايما في كل وقت في حته بتشتغل وحته تانية هاديه. هو ده اللي خلى الناس تقول يبقى احنا بنستخدم جزء معين بس من المخ او حتة قليلة.